السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين الغاليين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوا قناتي. بعد ما وفاء ضربت حمدي معرفش ضربته بايه في راسه، وقعته. حمدي ساعتها دخل المستشفى، ووفاء طلبت له الاسعاف، وناس كتير كانت منتظرة الرابع يكون حاجة غير كده خالص. ناس كتيرة طلعت، جمهور وفاء وحمدي طلعت انتقدوا وفاء، قالوا لها ازاي انت ما تعرفيش جوزك وكده، يعني انت ازاي ما تعرفيش جوزك من واحد تاني وكده، انك انت تضربي حمدي بالطوبة وتخبطيه في راسه وتوقعيه. بعد كده وفاء راحت اتصلت بالاسعاف وجابت له الاسعاف. ناس كتير كانوا متوقعين ان المقلب يكون غير كده خالص. وبينتقدوا وفاء، طالعين ينتقدوا وفاء ويقولوا لها انت ازاي تعملي كده، وانت عامله نفسك انت مش عارفه حمدي، وعامله نفسك ان بتستعبطي. بصوا، خدت كميه تعليقات فظيعه جدا 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 على الجزء الرابع. وحمدي فعلا اتعور وفاء خبطته، بس الخبطه جت جامده شويه، بالدليل ان هم اتاخروا برضو عن نزول الفيديو زي المره اللي فاتت. اتاخروا يعني زي اسبوعين، فالمره دي برضو اتاخروا تاني. يا رب يكون المانع خير. هم قالوا ان هم مش هيعملوا فيديوهات تاني، اللي هي من النوعيه ديت، عشان خاطر في جزء من الجمهور زعل على الطريقه ديت، وجزء من الجمهور عجبهم اللي هو وجزء من الجمهور كان راضي انها يعمل فيها المقلب دوت. ناس حابه المقالب وناس مش حابه المقالب. بجد الواحد مش عارف يرضي الناس من الطرفين. فحمدي قرر ان هو اصلا خلاص مش هيعمل جزء مقالب. قرر ان هو اصلا مش هيعمل مقالب تاني، وقرر ان هيصالح. وفاء هتصالحه، ونزلت لكم الفيديو اللي هو اللي بعدها ان وفاء صالحت حمدي، وجابت له عايز تعمل له مفاجأة جامدة كده. فممكن تكون تأخيرهم من اللي هم متأخرينه، يكونوا التأخير بتاعهم بيكون كده يعني. لعل وعسى خير. السلام عليكم.